بسم الله الرحمن الرحيم. ده تشكيل منتخب السنغال بكرة إن شاء الله بإذن الله. هناخد تشكيل منتخب السنغال وهناخد طريقة اللعب بتاعته وإزاي بيطلع بالكورة ونقاط ضعفه ونقاط قوته. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا منتخب السنغال بيلعب 4-3-3. تمام. أهم نقطة منتخب السنغال بيلعب عليها هي العرضيات، وهنشوفها إزاي بالتفصيل، والتسديد من بره المنطقة واللعب الخاطف. انت مشكلتك في ايه بقى؟ انت مشكلتك في سوء التمركز الكرات العرضية، ولو حصل انك خطأ في نص الملعب هتكلفك كتير، وهنشوف ازاي بالظبط ده هيحصل ازاي. مبدئيا منتخب السنغال بيلعب على لعبة معينة ورجعوا لها في الملخصات بتاعت 3 ماتشات وماتش مالي كمان. الباك الشمال بيزيد في المنطقة الفاضية اللي ورا محمد هاني او فتوح. ماني يبقى قدامه خيارين، يخش لجوه ويزيد او يشوط، يا يبصيها للباك الشمال اللي بيعمل اوفر عرضي على الارض على منطقه ال 18 تحت القوس عند ضربه منطقه تسديد ضربه الجزاء. جاكوب بيأخر، بيزيد اسماعيل يسار، بيزيد نضاي، يبقى عندك 3 منطقه ال 18. هي دي اللعبه اللي بيلعب عليها منتخب السنغال، سواء زاد الباك الشمال او ما زادش. بمعنى احنا شفنا لما الباك الشمال زاد، لو ما زادش ممكن ماني يلعب الكرة العرضية أرضية لأي واحد من التلاتة دول بيضمه، ما بيبقاش واحد بس، وفي الأغلب بيبقى مأخر نفسه الفيرود جاكوب. بتتلعب محفوظة هما بيعملوا إيه. طيب دي بقى علاجها إيه؟ للأسف الماتش اللي فات بتاع كوتيفوار، اتكلمنا في الماتش اللي فات كنا عارفين إن ديالو بيقطم وبيعمل ارتو، عشان كده قفلنا لهم العمر، واحنا بنعرف نعمل ده، نقفل على الترقيص. لكن احنا مشكلتنا في اللعيب اللي بيلعب كورة سريعة على الارض عرضية او عالية، التمركز. دي مشكلة اللاعب المصري، وهي دي للأسف لو لا قدر الله خدنا جوان بكرة هتبقى هي دي المشكلة. طيب رقم 2 تسديد. الناس دي بتلعب الكورة المباشرة بطريقة سهلة جدا. يعني مثال، هنا مثلا اسماعيل يسار زايد بالكورة، قطعت منك اسماعيل يسار زايد بالكورة، ادي الرجاع اهو، ده بيديها لده، ده ما بيتفلسفش لا بيرقص ولا مش عارف ايه، بيديها لده، ده بيحط جون. السهل الممتنع، هو ده طريقة لعبه. ورجعوا لهم في ال3 ماتشات اللي فاتوا، شوفوا اللعب ماشي ازاي، بيباصوا لبعض وبينقلوا لبعض لحد ما يوصلوا للجون، ستريت مباشر، ما بيروحوش على الاجناب، لعبهم كله في العمق. على الاجناب بيروحوا لما يبقوا عايزين يعملوا اللقطه اللي انا وريتها لك من شويه دي. ونفس القصه برضو جاكيتي بيزيد، الباك بتاعنا بيطلع، ده بيتحرك في ظهره، بيلعب الاوفر او عرضيه على الارض. هي دي مشكلتنا، ان احنا بنتسرق. هتلاقي ده سرق قبل ياسر ابراهيم وحطها، او ده اخر طبعا مع زياده مانيه وزياده اسماعيل يسار، تلاقي جاكوب اخر، تلاقي ياسر ابراهيم هنا وحسام عبد المجيد هنا ورامي ربيعه، وده اخر وراح حطها في الجون. هي دي المشكله هتقابلنا بكره في الماتش. طيب علاجها ايه بقى؟ من وجهه نظري انا علاجها في المان، لان احنا لو لعبنا تمركز في المنطقه هيسرقونا، ملهاش حل. مش هنتدرب على المسك دلوقتي، احنا عندنا القفه دي. طيب الحل ايه بقى؟ الحل المان تو مان. طيب هنشوف ازاي. اول حاجه هنا هنحط محمد هاني عشان يقابل الراجل ده. طيب هنحط مين تاني؟ هنحط مروان عطية عشان لو ماني دخل وعايز يشوط، ده وظيفته ما يخلوش يشوط. طيب هنحط مين تاني؟ رامي ربيعة
وياسر ابراهيم. واحد منهم هياخد جاكوب والتاني هياخد اسماعيل صار اللي هيجي ايه يزيد من هنا. طيب حط حسام عبد المجيد عشان هم عندهم اطوال ونضاي، لو زاد يبقى دي 3 على 3. انا وجهة نظري بقى ما نلعبش بفتوح الماتش ده. ليه؟ انا بلعب بفتوح ليه؟ او ايه وظيفة فتوح؟ ان انا هفتح لعب وهاجم. خلاص انا مش محتاج اهاجم. ليه؟ لان انا ههاجم بطريقة تانية مش بالباك الشمال. فانا ممكن مكان فتوح احط محمد شحاتة. ليه؟ يقفل لي المنطقة دي على نضاي اقوى، وفي نفس الوقت ممكن استخدمه في نص الملعب يقفل مع مروان وحمدي، يبقى 3. تمام. طيب هنا احنا قلنا ماني هيخش ويضم ويشوط، ده ما يخلوش يشوط مروان عطية او حمدي فتحي. طيب محمد شحاتة هنا دوره هيقفل هنا المنطقة ديت، وبالتالي الكرة معانا هيبقى ايه نص ملعب عشان يبقى في زيادة عددية في نص الملعب. طيب قبل ما انتقل للنقطة اللي بعدها، في نقطة مهمة جدا عايز اتكلم فيها. الكرة العرضية لما جاكوب يزيد او زاد وهاني بقى مع ماني ومروان عطية راح مع جاكوب، تمام، لو عمل العرضية، تمام، انا عايز اول حاجة رقم 1 العب مان. يعني ما ينفعش ده يبقى قدامي كده لان هيسرقني او هيأخر مني. ازاي بقى؟ ما اعرفش. ده يبقى في حضني كده اهو، وده في حضن كده اهو، ماسكينه، كل واحد عارف هو هيمسك مين. يا مان يا اما اول ما يخش جوه ال 18 امسك ده، لان الكره هتلعب على الارض هي او عرضيه هي دي. دي رقم 1 في التأمين. رقم 2 حمدي فتحي يجي هنا اهو في المنطقه دي اللي هي عند نقطه الجزاء قبل الفروت ده، بحيث ان هي لو اتعرضت هنا ابقى انا اللي قبلهم مش هم اللي قبلي. ابقى انا قافل المنطقه دي. ادي هنا رامي وهنا حمدي وهنا مثلا ياسر مع ده وهنا فتوح او اسمه ايه دوت حسام عبد المجيد ممكن يرحل برضو هنا ويقفل هنا. خلاص بحيث ان انا اقفل المنطقه اللي هتتعرض عليها الكوره عند نقطه الجزاء. وهنا محمد شحاته ممكن يقفل المنطقه دي. تمام. طيب انا كده عملت الطريقه الدفاعيه. طيب اهاجم بقى انا ازاي؟ ادي 4-3-3 وادي الثلاثه بتوعي اللي ورا حسام وياسر وربيعه، وادي هنا محمد هاني هيرحل نص ملعب، وهنا شحات محمد شحاته او مهند ومروان وحمدي. خلاص ادي 3 مش محتاج منهم ادوار هجوميه خالص. هلعب بقى بصلاح مرموش وامام. طيب انا ليه قلت صلاح ومرموش وامام؟ صلاح احنا عندنا ميزه لما بيبقى اللعب على 2، يعني اللاعبين 2 بس بنخلص. لكن في كذا لعيب هنا وهنا وهنا بقعد بقى استنى ده هيتحرك ده بصير ومش عارف. لكن كده انا هلعب الخطفه 2 بس فيهم الزبد فيهم اللي بيخلصوا صلاح ومرموش. تمام. ومين اللي هيغذيهم؟ امام عاشور. طبعا مع تبادل الادوار ممكن صلاح ينزل وهمي تلاقي امام عملها زي الماتش اللي فات. فدي وجهه نظري في ماتش بكره. لو قدرنا رقم 1 نقفل الهجمه بتاعتهم بالعرضيه دي،
مان ونقفل المنطقه ديت، عشان ما هي دي اللي هتلعب عليها على 18 على القوس ضربه الجزاء. رقم 2 نحاول نخلي الكرة معانا اغلب الوقت، تمام، بحيث ان احنا ما نبقاش مضغوطين بالمنظر ده، ونخلي الكرة معانا مش بطريقه سلبيه، بطريقه ايجابيه، بحيث ان انا معايا مستحوذ على الكرة، عامل استحواذ في 4 هنا اهو، وادي 5، ادي 5 في نص الملعب، اعمل استحواذ، امتلك الكرة، احرمهم من الكرة. طول ما انا حارمهم من الكرة انا حادد من خطورتهم. لو الكرة معاهم هيروحوا يعملوا اللي عملوه ده. رقم 2 انا لازم اهاجم بكرة، لازم اهاجم. ليه؟ طول ما انا بهاجم انا بعمل حاجتين. اول حاجه انا ممكن اهدف، ولازم اهدف، لان لو ما هدفتش هيتهدف فيا، هيجاب فيا جوان. رقم 2 انا وانا بهاجم انا مدافع، لان وانا بهاجم هم اللي مدافعين. وخلي بالي قوي قوي قوي، الكوره لما تتقطع مني بيعملوا الهجمه المرتده حافظينها، بمعنى بالمنظر ده، ورجع لها في الفيديوهات برضه. الكوره لو اتقطعت منك هنا مثلا، تمام، بتلاقي جاكسون دخل هنا، ماني هنا، ده هنا، اسماعيل صار مثلا هنا، تك تك تك، كل واحد بياخد له حته، تك تك تك، باص باص باص، جول. اللعب المباشر السريع. فربنا يوفقنا بكره ان شاء الله باذن الله، ويا رب ان شاء الله باذن الله النصر لمصر.